السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي دايما بنتابع ردود الافعال بتاعة النجوم والتفاصيل المهمة في الاحداث اللي بتحصل بعد المباريات، وبجيب لكم حاجات مهمة جدا. عمرو اديب بعد مباراة الزمالك وفيوتشر، رد فعل قوي، ورد فعل يعني متوقع او غير متوقع زي ما انت عايز تقول، ولكن هو بيحاول يبين كده مفيش فايدة. كده كده الدوري راح. يعني هو الموضوع بتاع الدوري بالنسبة لنادي الزمالك، سواء كان كسبان في اي فرقة في الفترة اللي جاية او خسران، الموضوع قضي الامر يعني. لان خلاص الفرق بقى كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي. هو يعني يدوب بيحاول يحافظ على مركز ثالث، مش بيلعب على مركز تاني ولا اول، لا ده هو يدوب يحافظ على مركز ثالث. فبالتالي هو عارف وواثق ان مفيش فايده. فنادي الزمالك بيحاول يعوض ده بقى بالصفقات اللي هيقدر يعملها او لا مش عارفين. فعمرو اديب برضو بيقول ان مفيش فايده يعني، او مهما تعملوا نادي الزمالك بقى خلاص حالته بالبلا ومفيش فايده ان هو يتعدل طول ما مرتضى منصور واولاده موجودين بعد العزل كمان، برغم ان هم معزولين يعني. ولكن محدش فاهم حاجه، وايه اللي بيحصل، القوانين ايه ظروفها، ما علينا. عموما هنشوف الفتره برضو اللي جايه ايه اللي هيحصل في مطوشه الزمالك، او ايه اللي هيحصل في القرارات او الميركاتو بتاع نادي الزمالك، او الانتقالات وصفقات نادي الزمالك. تابعوا معايا، اشترك في القناه، لايك للفيديو، شيروا على قد ما تقدروا، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري على قناه باكورد مع احمد الافندي دايما. الحقيقه بس عندي، واشوفكم في فيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله. سلام.